حبيبي فاضل، تبي وجهك يكون أبيض وفي صفاء وفي نقاء وفي قبول؟ شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبشاشة الوجه حجيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع. والله مرات انت حسابك تشبح المشاهدات القليلة والتعليقات واللي يسب فيك وانت فاتح باب دعوة إلى الله عز وجل. والله مرات أحد الفيديوهات حتى تموت تنتشر تولي أشهر منك انت عايش. واسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، يقول: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير. حبيبي الفاضل، الدال على الخير كفاعله. ما تغركش المشاهدات اللي عند الفاسدين واللي ينزلوا في الاغاني واللي يطلعوا متبرجات وتقول هادم كيف معروفين وانا اللي ننشر في كلام الله عز وجل ومش معروف. اصبر واحتسب، والصبر على الاذى فيه، وباذن الله